قبل ما ابدا الفيلم حابب اقول لك انك وحشتني يا صديقي، وعشان وحشتني جايب لك فيلم جديد جامد جدا، فيلم كله اكشن وغموض. وعلشان تستمتع بالفيلم عايزك تركز معايا تسمع القصه للنهايه، وبدون ما اطول عليكم صلوا على النبي ويلا بينا نبدا. بتبدا الاحداث يوم 5 مايو سنه 2017 وبالتحديد في السفاره الهنديه في باكستان. هناك بنشوف مجموعة من الجماعات المسلحة اللي بياخدوا واحدة مغطية وشها معاهم في العربية وبيودوها السفارة، وهناك بنشوفها بعد ما الاتنين دول دخلوا معاها، لكن بمجرد ما سابوها يا صديقي جريت بأقصى سرعتها واتكلمت مع واحد من الموظفين الهنود اللي موجودين في السفارة وقالت له أنا هندية زيك، لكن المفروض موجودة هنا علشان أنفذ عملية ضد السفارة ومش عارفة أتصرف إزاي لأن الباكستانيين مراقبيني طول الوقت. وقتها يا صديقي الموظف الهندي بتاع السفارة بيضغط على جرس الإنذار السري اللي موجود تحت مكتبه وبيقول لها تجري بسرعة على الدور السادس. فعلا البنت بتجري على الدور السادس، وهناك كل موظفين الأمن بتوع السفارة واللي كانوا على درجة عالية جدا من التدريب بيتجمعوا، ورئيسهم بنفسه بيروح يتكلم معاها عشان يشوف طبيعة المهمة اللي المفروض كانت تنفذها ويتأكد لو هي أصلا بتتكلم بجد ولا بتغطي عملية تانية المفروض هتحصل. واللي كان مزود صعوبة الموضوع يا صديقي هو إن الباكستانيين كانوا ظابطين كل حاجة من أول الباسبور بتاعها لحد كل المعلومات اللي تخصها، وعلشان كده ضباط الأمن الهندي ما كانوش عارفين الحقيقة فين، وعشان يريحوا دماغهم دخلوها أوضة استجوابات طويلة عريضة وبدأوا يحققوا معاها. ولاحظنا إن اللي مسك التحقيق هو أكبر مسؤول أمن في السفارة، اللي بنعرف إنه ضابط تقيل جدا في الأمن الهندي، وبنلاحظ إنه معظم الوقت يا صديقي عمال يفتكر ذكريات عن عمليات نفذها زمان. بنعرف إن اسمه ساتيا، زي ما بنعرف كمان إن البنت اللي بيحققوا معاها بتقول إن اسمها ديلار، وبالرغم من إن ديلار المفروض بتتكلم في مصلحة الهند، بس بيني وبينك كده يا صديقي ساتيا ما كانش مشتري من الكلام ده خالص. علشان كده بدأ تحقيق معاها بشكل صارم جدا. قال لها قبل أي حاجة عاوز أعرف تاريخك من يوم ما اتولدت لحد النهاردة، عاوز كمان أعرف منك تاريخك في باكستان وعلاقتك بكل واحد هناك، ومن حق أسألك أي سؤال في أي وقت وتجاوبيني عليه حتى لو ده هيقطع القصة الحقيقية. ولو في معلومة واحدة بس تعارضت مع اللي بتحكيه هعتبرك كذابة، وأكيد وقتها مصيرك معروف. وبالرغم من ان ديلار كانت مستغربة جدا، وده يا صديقي لانها اعتقدت انها مجرد ما تدخل السفارة وتقول لهم المعلومات اللي عندها هيستقبلوها استقبال الابطال، لكنها بدأت تحكي كل حاجة. وبعد ما ساتيا سمع منها عرف انها المفروض اتعرضت للتعذيب وكده، بس طبعا الكلام ده ما دخلش دماغه، عشان كده طلب من خبيرة الطب الشرعي اللي موجودة في السفارة انها تتأكد بنفسها ان ديلار مش بتكذب. وقتها صديقي خبيرة الطب الشرعي اللي بنعرف ان اسمها لاكشمي شافت البنت فعلا واتأكدت انها ما كانتش بتكذب، وده بسبب وجود آثار تعذيب شكلها جديد على ظهرها. وعلشان كده رجعت اتكلمت مع ساتيا وقالت له فعلا البنت بتتكلم مظبوط. لكن ساتيا بدأ يلوم لاكشمي، قال لها مين قالك ان الباكستانيين مش هم اللي مظبطين الشغلانة دي كلها معاها؟ مش عاوزك تتسرعي في الحكم، احنا لسه في البداية. وبعد ما خلص كلامه معاها بيسيب مبنى السفارة وبيروح مبنى تابع للمخابرات الهندية وبيبلغهم بكل المعلومات اللي عنده. أما بالنسبة لديلار فبنشوفها بعد ما السفارة اعتبرتها لاجئة سياسية، وعشان كده لاكشمي ورتها أوضتها وعرفتها المكان اللي هتبات فيه. وبالرغم من ان ساتيا كان جامد جدا في نفسه، بس اللي ما كانش يخطر على باله يا صديقي هو انه متراقب من الباكستانيين اللي كانوا عارفين خطورته. بنرجع من تاني لمبنى السفارة الهندية، وهناك بنشوف أفراد الأمن وهم بيراقبوا كل حاجة حصلت وقت ما ديلار دخلت السفارة، وبيتعرفوا على وشوش الناس اللي كانوا معاها. وبعد ما لاكشمي اكتشفت ان ديلار سابت أوضتها ودخلت الحمام بدأت تفتش في شنطتها، والغريب بقى صديقي هي إنها لقت شريحة تتبع. علشان كده أخدت الشريحة وراحت مباشرة لساتيا وادتها له. ساعتها صديقي ساتيا حيرته زادت وما بقاش عارف لو ديلار دي مزقوقة عليه ولا الباكستانيين مغفلينها في حوار الشريحة ده. بننتقل بالأحداث بعدها لمجموعة من المسلحين الباكستانيين اللي بيتفاجئوا بزيارة دبلوماسي باكستاني تقيل جدا ليهم. بيبدأ الدبلوماسي يتكلم معاهم وبيقول لهم على فكرة حركة الغشامة اللي انتوا عملتوها دي هتيجي على دماغنا في الآخر، ما تنسوش اننا في معسكر واحد وكان لازم تنسقوا معانا من البداية، لأن الهنود لو عصروا البنت اللي انتوا بعتنها دي هيوصلوا البلاوي. أما بالنسبة لساتيا فبنرجع له من تاني يا صديقي وبنشوفه هو عمال يتكتك عشان يعرف هيعمل ايه، وبعد شوية بيقرر انه يتكلم مع ديلار، لكننا بنلاحظ يا صديقي انه لسه واخد منها نفس الموقف.
بمعنى انه صحيح متعاطف معاها شوية ومصدق جزء من كلامها، لكنه في نفس الوقت مش عاوز يديها الأمان قوي. لكن ديلار وقتها بتقول له أنا عارفة إنك مش واثق فيا، بس صدقني أنا لو مش بحب بلدي عمري ما كنت هبقى هنا. ومن خلال كلام ساتيا معاها بنعرف إن اللي مخليه شاكك فيها هو إنه وصل لمعلومة خطيرة جدا، وهي إن ديلار كانت متجوزة واحد من زعماء أكبر الجماعات الإرهابية الموجودة في باكستان. لكنه لما اتكلم معاها في الحوار ده يا صديقي دفعت عن نفسها وقالت له صدقني أنا تعرضت لخدعة كبيرة جدا، واللي حصل ده كان ضد رغبتي. وعلشان نفهم كل حاجة يا صديقي بنرجع بالزمن، بنشوف ديلار بعد ما اتعرفت على شاب باكستاني رسم عليها دور الحب والرومانسية في البداية، لكنها ما كانتش تعرف اللي مستنيها. بنعرف ان الباكستاني ده اسمه طاهر. بعد ما ضمن ان ديلار اطمنت له اخدها معاه للمكان اللي هو واهله عايشين فيه، وهناك مجموعة كبيرة من الحريم اللي كانوا موجودين في المكان خطفوا ديلار وحبسوها. وبالرغم من انها فضلت تنادي على طاهر بأعلى صوتها وتستنجد بيه، بس ما حدش سأل فيها. وبعد ما صممت على اللي هي بتعمله، طاهر دخل الأوضة عليها وفضل يزعق لها وقال لها احنا مش عاوزين وجع دماغ، اوعي تفتكر الشويتين اللي قضيناهم مع بعض اليومين اللي فاتوا دول والكلمتين الحنينين معناهم اني بحبك بجد، احنا بس كنا بنجيب رجلك وديكي جيتي على بوزك. لما ديلار فضلت تزعق له وقتها طاهر اتنرفز جدا وكتفها، وقبل ما يخرج من الأوضة اعتدى عليها. طبعا بعد ما شفنا الأحداث دي يا صديقي اتأكدنا ان ديلار فعلا مش بتكذب في أي حاجة قالتها، وانها ما كانتش متجوزة إرهابي باكستاني ولا حاجة، كل اللي حصل كان غصب عنها فعلا. بنكمل بعدها في الأحداث يا صديقي وبنشوف المعاناة اللي ديلار عانتها وسط الباكستانيين، واللي حرفيا كانوا بيعتبروا الحريم مجرد جواري، لدرجة انهم كانوا عاملين سوق للموضوع. وفي السوق ده ديلار شافت اللي عمرها ما تخيلت في حياتها كلها انها تشوفه. كانت بتستغرب جدا لما بتشوف الباكستانيين وهم عمالين يبيعوا ويشتروا في الحريم ولا كأنهم بهايم. فضلت حياتها مكملة في الجحيم ده يا صديقي وما كانتش عارفة هتتصرف ازاي، لحد ما في يوم اتفاجئت بواحدة من حريم طاهر بتتكلم معاها، قالت لها أنا عارفة أنت بتمر بإيه ومستجدعاكي، وبالرغم من إن اللي هعمله دلوقتي هيوديني في 60 داهية لكني خلاص قررت أساعدك. وفعلا يا صديقي أخدتها المكان سري محدش يعرفه غيرها، وهناك اديتها تليفون وقالت لها اتصلي بأي حد تبعك وعرفي الدنيا هنا ماشية معاك ازاي عشان يساعدوكي. وقتها ديلار اتصلت بأهلها فعلا، واختها استغربت جدا لأن في رقم باكستاني بيتصل بيها. وبالرغم من ان ديلار حاولت توصل لها الصورة والوضع اللي هي فيه، لكن وقت المكالمة ما كانش طويل، وده لان البنت اللي ساعدت ديلار حست ان الجو بدأ يتكهرب وفهمت ان طاهر ورجالته رجعوا من بره، عشان كده هي وديلار اتحركوا بسرعة من مكانهم. وبعد كام يوم بنعرف ان طاهر قرر يتجوز ديلار بشكل رسمي. فعلا راح خلص الإجراءات والأوراق وبعدها بدأوا احتفال بالزفاف. وفي وقت الزفاف بنعرف قد ايه طاهر حريمه كتير جدا، لدرجة انه قبل ما الفرح يخلص رجع البيت، وهناك آخر واحدة من حريمه قالت له المفروض ما تكونش فرحان، يعني ما انت كل يوم بتتجوز واحدة جديدة. ساعتها طاهر كلها كف على وشها وسابها ومشي. أما بالنسبة لديلار يا صديقي فبدأت مش هنقول بقى ترضى بالأمر الواقع، ولكن بدأت تأقلم نفسها عليه شوية، على الأقل لحد ما تعرفها تتصرف إزاي وتخلع من الورطة دي، لأن مفيش حد ساعدها في المكان الصعب ده غير البنت اللي تبع طاهر. فديلار قررت إنها تحط خطة معاها علشان تحاول تهرب. وفعلا يا صديقي بعد فرح طاهر وديلار بوقت قليل بنشوف نظرات كده بين ديلار والبنت اللي ساعدتها قبل كده، وبنستنتج من نظراتهم دي إنهم بيخططوا الحاجة. بنرجع من تاني للوقت الحالي علشان نشوف ديلار وهي واقفة في السفارة مع ساتيا اللي كان لسه برضه متحفظ وواخد موقف منها. وبالرغم من كل اللي هي حكيته ده، لكن ساتيا بعد ما ديلار خلصت كلامه قال لها أنا متعاطف معاكي ومش هنكر ده، لكننا لسه لحد دلوقتي أنا مش قادر أتأكد بنسبة 100% إن الباكستانيين مش هم اللي زقينك علينا. طبعا يا صديقي ديلار وقتها اتضايقت جدا من الكلمتين دول، بدأت تتنرفز، وعلشان كده قالت لساتيا يعني أنا عمال أحكي لك كل اللي أنا قلته ده مع إن مفيش واحدة ترضى تحكي على نفسها نصه، وأنت في الآخر جاي تقول لي إنك لسه مش مصدقني. على العموم أنت حر، وكده كده الحقيقة أكيد في وقت من الأوقات هتظهر. أنا كل دوري هنا هو إني عاوزة إن اللي حصل معايا ده ما يحصلش مع غيري. الناس دول سابوني هنا الخطة في دماغهم وهم عارفين كويس بيعملوا إيه، وأكيد مش هيهدوا غير لما الخطة دي تتنفذ. فياريت بقى كل اللي عنده كلمة يلمها ونخلي كل تركيزنا في إننا نفشل خطتهم دي. بنرجع بالأحداث من تاني يا صديقي عشان نشوف ديلار وهي بتحاول تهرب من المكان، لكننا بنتفاجئ بحاجة ما خطرتش على بالنا، وده لما بنكتشف إن البنت اللي ساعدتها قبل كده طلعت جدعة معاها لدرجة إنها اتنكرت في نفس هدومها وهربت.
وعلشان كده رجالة طاهر لما اكتشفوا الموضوع ده ضربوها بالنار وخلصوا عليها، واعتقدوا طبعا انهم خلصوا على ديلار، لكنهم لما قربوا من الجثة اكتشفوا انها مش هي. وبعد ما ساتيا اتأكد من كل التفاصيل اللي عنده، بنشوف وهو بيتصل بالمدير بتاعه اللي كان قاعد مروق على حاله في الوقت ده وبيفصص رمان. ساتيا بدأ يتكلم معاه وقال له: أنا عندي معلومات خطيرة جدا عن عمليات الباكستانيين بيخططوا لها، ولو سبناهم واخدين راحتهم كده هيعلموا علينا. وبالرغم من ان الكلام خطير فعلا، لكن المدير بتاع ساتيا كان مكبر دماغه على الاخر وفي الطراوه منه، عشان كده فضل يقول له: يا عم مش كل حاجه تسمعها تصدقها، وسيبك من الكلام اللي اتحكى لك، لان الامور دايما على ارض الواقع بتبقى مختلفه تماما. لكن ساتيا قال له: صدقني انا متاكد من كل حاجه بقولها، وقبل ما اتصل بيك كنت مشكك في كل حرف سمعته، بس دلوقتي كل حاجه واضحه. وبعد ما ساتيا بيستأذن مديره بيتفق معاه على انهم يزرعوا حد تبعهم عشان يبقى مخليهم في الصورة اول باول. وعلشان كده يا صديقي بنشوف بعدها ساتيا وهو بيتكلم مع الضابط اللي هيتولى المهمة واللي بنعرف ان اسمه أجاي. وقتها ساتيا بيوصيه وبيقول له: انا عاوزك تفتح عينيك كويس جدا وتخلي بالك من كل التحركات اللي حواليك، وخليك متأكد ان النوعية دي من المهام بتبقى حساسة بدرجة كبيرة، واي غلطة هنلبس. بعدها بنشوف ساتيا وهو بيتكلم مع ديلار وبيقول لها: انا مش عاوزك تزعلي مني، انا عارف ان طريقتي كانت بايخه في اوقات كتير، بس صدقيني ده كان غصب عني، ولو كنت مكاني كنت هتعملي زيي ويمكن اكتر. طبيعه شغلنا بتحتم علينا نحط مشاعرنا على جنب، ويمكن صحيح من اول ما شفتك حسيت اني متعاطف معاكي، بس ما كانش ينفع امشي ورا احساسي ده. وقتها صديقي ديلار بتقبل اعتذار ساتيا والدنيا بتبقى بينهم زي الفل، وبيقرروا يتحركوا عشان يشوفوا هيعملوا ايه. بعدها بنعرف ان خطة ساتيا هي ان ديلار تخرج من السفارة بشكل عادي جدا، ولما الباكستانيين يتكلموا معاها ويسألوها عن اللي حصل معاها ما تحورش خالص، بالعكس تقول انها اتفرمت اسئلة وان الهنود اتعاملوا معاها بشكل وحش، وده طبعا عشان يطمعهم ويحسسهم ان الهند مش هتقف مع ديلار، وبالتالي ديلار تحس ان مفيش اي حاجة قدامها غير انها تساعد الباكستانيين في اي حاجة هم عاوزينها. وفعلا يا صديقي ديلار بتخرج من السفارة وبتبدأ تنفذ الخطة. اما بالنسبة لساتيا فبيجيله اتصال من ابنه اللي كان باين جدا انه بيحبه، بس زعلان منه لان ساتيا بقاله كتير منزلش اجازة ولا شافه. بنرجع من تاني عشان نشوف ديلار وبنشوفها وهي واقفة حواليها عدد كبير جدا من الصحفيين اللي عمالين يسألوها عن اللي دار معاها طول الفترة اللي فاتت. وبنلاحظ كمان يا صديقي ان ديلار ملتزمة بالخطة، لكنها بينها وبين نفسها كانت تعبانة نفسيا جدا وطول الوقت بتفتكر ذكرياتها مع بنتها. اما بالنسبة لساتيا فقرر يلعب الباكستانيين بصياعة، وعلشان كده لما طاهر والمساعد بتاعه راحوا عند السفارة وقتها ساتيا خد الموضوع على الهادي خالص وبدأ يتكلم معاهم وقال لهم: بقى معقول يعني يا شباب اللي البنت حكيته ده؟ احنا كده كده مش مصدقينها في جزء كبير جدا من اللي اتقال. وطبعا ساتيا بيقول كده حسب الخطة. بيكمل كلامه بعدها مع طاهر والمساعد بتاعه وبيقول لطاهر: كله كوم والجو بتاعك اللي انت عامله ده كوم تاني بقى يا راجل يا العبان، كل يوم تتجوز واحدة جديدة، وعلشان يعلى بليفل الصياعة بيبقى متفق مع قناة تلفزيونية. وبمجرد ما بيسيب طاهر والمساعد بتاعه المذيعة بتاعت القناة دي بتنزل تجري من العربية وبتبدأ تعمل معاهم حوار صحفي. وقتها طبعا كل اللي في السفارة الهندية بما فيهم المدير بتاع ساتيا نفسه كانوا مبسوطين جدا من الطريقة اللي ساتيا بيتعامل بيها مع الموضوع، لأنه من غير أي مشاكل قدر يصدر حوارات الباكستانيين مش للهنود بس ولكن للعالم كله. ولكن بالرغم من انه كل حاجة ماشية تمام يا صديقي، بس رئيسة الوزراء بتاعت الهند شخصيا ما كانتش مبسوطة من اللي بيحصل، وعشان كده تواصلت مع المديرين بتوع ساتيا وقالت لهم: الجدع بتاعكوا ده مش هيهدى غير لما يولع الدنيا ويعمل لنا مشكلة دبلوماسية ملهاش اي 30 لازمة، خلوه يهدي اللعب شوية بدل ما اديكوا قرصة ودن انتوا مش قدها. وطبعا يا صديقي بعد ما ساتيا سمع الكلمتين دول من المدير بتاعه استغرب واتضايق جدا، بس طبعا ما كانش فيه اي مجال للنقاش، عشان كده راح اتكلم مع ديلار وقال لها: انا اسف بس فعلا حاولت اعمل كل اللي عليا، وحاولت فعلا احقق كل اللي انت كنت عاوزاه واخلص على كل خطط الباكستانيين، لكن الحوار ده ما جاش سكه مع المديرين بتوعي ومش هعرف اكمل. وقتها طبعا يا صديقي ديلار اتصدمت صدمه كبيره جدا وما كانتش عارفه تعمل ايه، لكنها اتكلمت مع ساتيا وعينيها مليانه دموع وقالت له: انا عارفه انك عملت كل اللي عليك، بس الظاهر كده اننا خسرنا الجيم. وبالرغم من ان ساتيا ساب الموضوع خلاص وكبر دماغه منه وقرر ينتبه لحياته، لكن بعدها بوقت قليل يا صديقي بيجيله اتصال من واحد من زمايله. وقتها زميله بيبدأ يتكلم معاه وبيقول له: خلي بالك خطة الباكستانيين لسه ما انتهتش، هما دلوقتي شغالين على ناس بيجندوهم علشان يوصلوا المعلومات على درجة عالية من السرية والخطورة تخص أمننا. وقتها ساتيا بينسى انه المفروض ينسى الموضوع ده خالص،
وبيتصل بمديره في نص الليل وبيقول له بص بقى، انا استحملت كتير واشتريت منكم، بس بعد اللي عرفته ده مستحيل اسكت. وفعلا يا صديقي بيقول له على كل المعلومات اللي عرفها، وبيعرفوا كمان انهم لازم يتحركوا بسرعة. لكن اللي ساتيا بيتفاجئ بيه بعد كده هو انه لازم يكون قدام المحكمة الباكستانية عشان يتحاكم في جلسة. وهناك لما بيوصل بيعرف ان الباكستانيين ظابطين الحوار عشان يلبسوه في الحيط، ومتهمينه بانه استخدم العنف ضد ديلار وحاول يعرف منها معلومات مش من حقه قانونيا انه يعرفها. وبالرغم من ان المحامي بتاع ساتيا كان محامي شاطر جدا وقدر يعلم على الباكستانيين في حاجات كتير، لكن برضه المحامي الباكستاني كان شاطر، ودي حاجة كانت مضايقة ساتيا ومخليه قاعد على اخره. لكن وبالرغم من الموقف الصعب اللي هو فيه ده، بس المشهد اللي كان دايما بيجيله هو بيفتكره من الماضي ما كانش فارق خياله حتى في وقت صعب زي ده. وعشان نفهم كل حاجة تخص المشهد ده بنرجع بالأحداث يا صديقي ل9 سنين، وبالتحديد في السفارة الهندية في مدينة كابول في أفغانستان. هناك بنشوف ساتيا اللي بنعرف انه كان شغال وقتها في السفارة دي، وفي يوم من الأيام كان رايح شغله بشكل طبيعي جدا، وبنلاحظ قد ايه علاقته كانت حلوة جدا بالكل، وخصوصا بالأطفال الصغيرين اللي كانوا موجودين حوالين السفارة ودايما بيلعبوا هناك. وفي اليوم ده شاف بنت صغيرة وجميلة كانت مش عارفة تركب اللعبة بتاعتها، عشان كده ساتيا قرب منها وبابتسامة كلها حنية فهم البنت انه يقدر يركب لها لعبتها، وعمل كده فعلا. وساعتها البنت فرحت جدا وردت عليه بابتسامة احلى. اتحرك بعدها كام خطوة عشان يدخل مبنى السفارة ويبدأ يوم شغله، بس فجأة يا صديقي ومن غير مقدمات المكان كله اتهز وترج بانفجار قوي وعنيف جدا. وبرغم ان ساتيا كان من اوائل الناس اللي وقعوا على الارض وبالرغم من اصاباته، لكنه امن مكانه بسرعة وخرج من السفارة، وكان عينه وقلبه مش عاوزين حاجة غير انهم يشوفوا البنت الصغيرة ويطمنوا عليها. بس للأسف يا صديقي الرد كان قاسي جدا، وده لأنه لقى البنت موجودة تحت الأنقاض ومن شكل إيديها كل حاجة كانت واضحة، وساتيا وقتها اتأكد إنها ماتت في الانفجار. بنرجع من تاني للوقت الحالي عشان نشوف ساتيا وهو قاعد مع ديلار وبيتكلم معاها، وبعد ما حكى لها الحكاية دي قال لها من يومها وأنا حرفيا بقيت واحد تاني ومش قادر من ساعتها أرجع للشخص اللي كنت عليه. وقتها ديلار بتتأثر جدا باللي سمعته، وبالرغم من ان ساتيا مش قادر يعمل اي حاجة معاها، لكنه اخد قرار يبان مجنون لكنه جريء جدا. وده يا صديقي لانه قرر ياخد ديلار ويرجعها الهند، وفعلا اخدها معاه في العربية وقرر يتحدى الكل. بس في الطريق اتفاجئ بعدد كبير جدا من الباكستانيين محاوطين العربية، وساعتها هو وديلار اتوتروا جدا. لكن بعد شوية الناس بعدت عن العربية وديلار وساتيا بدأوا يهدوا شوية. بعدها ساتيا قرر ان الهروب مش هو الحل، عشان كده تواصل مع رئيسة وزراء الهند وشرح لها كل حاجة بنفسه. ولما رئيسة وزراء الهند اتأكدت من كل التفاصيل اللي ساتيا قال لها عليها، طلبت انها تتكلم مع ديلار بنفسها. قالت لها انا مش عاوزاكي تزعلي مني في اي قرار اخدته قبل كده، لكني دلوقتي وبعد ما الحقيقة كلها بقت واضحة قدامي بقت متأكدة انك فعلا بطلة. الباكستانيين طالبين يحاكموكي، وزي ما كنت بطلة من البداية انا واثقة انك هتكملي بطلة للنهاية. بينتهي المشهد بعدها يا صديقي لقاعة المحكمة، وهناك بنشوف الباكستانيين وهم عاوزين يخلصوا على ديلار لانها من وجهة نظرهم واحدة هربت من بيت جوزها. وبالرغم ان الموقف كان صعب جدا، لكن ساتيا كان مسؤول مع ديلار وواقف جنبها في المحكمة. وبعد ما القاضي بدأ يتكلم مع ديلار، وقتها ديلار اتكلمت وقالت له انا ماليش دعوة بأي حاجة غير مشاعري كإنسانة. ازاي يعني يجبروني على جوازة تحت التهديد وبعدها يزعلوا اني مشيت ويتهموني اني مش كويسة؟ وبعد كلام كتير جدا القاضي بيقرر يصدر حكم نهائي في القضية، وبيثبت ان ديلار فعلا بريئة وانها حرة في انها ترجع لبلدها. وطبعا يا صديقي طاهر ورجالته حسوا انهم كده خدوا على قفاهم، وعلشان كده قرروا يعملوا المستحيل عشان ساتيا وديلار ما يخرجوش من باكستان ويرجعوا الهند غير في توابيت. اما بالنسبة لساتيا وديلار فما صدقوا خرجوا من قاعة المحكمة وبدأوا يتحركوا على طول. لكن طول الطريق ساتيا كان حاسس ان في حاجة غلط، عشان كده قرر يسوق بنفسه عشان ينقذ ديلار من الموقف الصعب ده. لكن وعلى الرغم من حكم المحكمة وعلى الرغم كمان من ان الشرطة الباكستانية كانت بتأمن خروجهم، بس المشكلة كانت في طاهر ورجالته، واللي طبعا كانوا عارفين الطرق والاختصارات اكتر من اي حد. علشان كده قدروا يوصلوا للعربية اللي ديلار موجودة فيها، وهناك حصلت مواجهة واشتباكات عنيفة جدا بين الشرطة الباكستانية وطاهر ورجالته.
وقتها بنشوف شجاعة كبيرة جدا من ساتيا اللي قدر يوقع عربية من عربيات العصابة، ومن حسن حظه انها كانت عربية طاهر شخصيا. عشان كده ساتيا بياخد ديلار وبيقربوا جدا من الحدود بين باكستان والهند، ومش بيكون فاضل حاجة غير انهم يعدوا بس الحدود، لكنهم بيتفاجئوا بواحد من المسؤولين الكبار في باكستان واللي كان رافض انهم يعدوا. لكن بعد ما ساتيا وديلار اتكلموا معاه، وقتها المسؤول ده قال لهم انا بصراحة مش بطيقكم، بس اللي هيخليني اوافق على انكم تعدوا من هنا هو حبكم لبلدكم، لان بصراحة متابع الموضوع ده من بدايته، واللي عملتوه ده مفيش حد يعمله غير لو فعلا بيعشق بلده. وقتها صديقي ساتيا وديلار عدوا الحدود فعلا، وديلار بتتفاجئ بآلهة بتاخدهم في حضنها وبتكون متأثرة جدا وعمالة تعيط. اما بالنسبة لساتيا فبيتصل بابنه اللي كان شايفه في التلفزيون وسمع كل الكلام الحلو اللي بيتقال في حقه، وعلشان كده ساتيا قال له اكيد دلوقتي عرفت ان اللي بقالي كتير مش باجيلك. بس هنا بيخلص فيلمنا. ما تنساش بقى لو الفيلم عجبك حط لايك، سيب كومنت جميل، واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد من ملخصاتنا. كل سنة وانتم طيبين وسلام.